باش نكون أول تونسية تعقد تتعرس بزوز رجال، لذلك بما أن القانون التونسي يكفل لي أني نتزوج بزوز أزواج ويمنع تعدد الزوجات للرجال ويسمح لتعدد الأزواج بالنسبة للنساء، لذلك قررنا أنا وزوز أشخاص آخرين باش نعرسوا، باش ناخذها من زوز كوا وهما موافقين بيان سور، وقررنا باش نعقدوا القران نهار 31 ديسمبر ستادير ابري 2 سومان. نستدعى أصحابي وأحبابي والعباد اللي تحبني والعباد اللي تفرح لي بيان سور، وبهذا سأكون أول امرأة تونسية تتزوج من رجلين في نفس الوقت. كم أنا سعيدة. بتقول لك هتكون أول امرأة تتعرّس برجلين في نفس الوقت. هو فعلًا تعريس، بس تعريس جامد جدًا. تعالوا بينا نشوف الحاجة سُندُس التونسية اللي هتتزوج برجلين في وقت واحد وبالقانون. أنا مش عارف إيه هو القانون التونسي اللي بيسمح إن السيدة تتزوج من راجلين ولا يسمح بتزوج رجل من سيدتين. أنا بصراحة مش عارف إزاي القانون ده طلع. طبعًا كان في ضجة إن الراجل لا يتزوج أكثر من سيدة، ده بالقانون، أو كنا سمعنا إن القانون التونسي قال لك إن الميراث ساوى في الميراث ما بين الراجل والبنت، وده مخالف للشريعة الإسلامية، بس اللي إحنا بنشوفه ده مفاجأة. ظهرت الحاجة سندس التونسية وكسرت كل القوانين وأحكام الشريعة الإسلامية، ولا ندري حتى الآن كيف ومن لقبها بالحاجة سندس وجابت كلمة الحاجة دي منين. فقد أعلنت أنها ستتزوج من رجلين في وقت واحد، وأكدت أنها ستعدل بينهما، موضحة أن السكن جاهز لاستقبال العريسين. فما هي القصة؟ تعالوا نتعرف على القصة. الحاجة سندس تمثل ظاهرة تعبر عن انحلال مجتمعي وانهيار أخلاقي وتحطيما للأعراف والتقاليد والأديان. لا أحد يعلم حتى الآن ما إذا كانت الحاجة سندس التونسية تسخر أم تتكلم بجدية. فقد ظهرت سندس التونسية في لتعلن عن موعد زواجها من رجلين يوم 31 ديسمبر المقبل. ففي فيديو لافت وحظى بمشاهدات الملايين حتى الآن، نشرت الحاجة سندس مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك، تعلن فيه الحاجة سندس التونسية أنها ستكون أول تونسية تتزوج من رجلين في وقت واحد. خرجت الحاجة سندس التونسية عما هو معهود ومألوف في الدين والقانون والأعراف، معلنة عن زواجها من رجلين في وقت واحد، لتصبح بذلك أول امرأة تونسية تتزوج برجلين في آن واحد، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث ظهرت الحاجة سندس التونسية في فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور فيسبوك، أعلنت من خلاله كونها أول امرأة تونسية تتزوج برجلين في آن واحد. إلى جانب هذا أعربت التونسية عن سعادتها بذلك. الفيديوهات التي حصدت ملايين المشاهدات على منصة تيك توك تقول فيها السيدة سندس أنها ستكون أول سيدة تونسية تتعرس بزوجين تعرس بزوجين، مضيفة أن الرجلين ليس لديهما أي مانع، وأن القانون التونسي يكفل لها هذا الحق بزوجين، حيث أن القانون يحظر تعدد الزوجات للرجل، لكنه يسمح بتعدد الأزواج للنساء على حد قولها. وعبرت عن سعادتها الشديدة قائلة: أصحابي وأحبابي فقط يحضروا حفل زفافي الذي سيقام في ديسمبر. وأوضحت أنها حتى الآن لا تعرف المتطلبات، وعدة باستضافة أحد المحامين لتوضيح الخطوات المقبلة، معقبة: لذلك قررنا وزوج أشخاص آخرين نعرسوا وهما موافقين، طبعا هم أكيد موافقين على التعريس، وقررنا نعقد القران في ديسمبر، ونسأل أصحابي وأحبابي بيش يحضروا، وبذلك سأكون أول امرأة تونسية تتزوج من رجلين في نفس الوقت. وختمت الفيديو قالت: أنا سعيدة. المحامي المصري أيمن محفوظ علق على الفيديو قائلا: مفاجأة قانونية مذهلة،
انتهز الفرصة أيتها المرأة، يمكنك أن تتزوجي رجلين في وقت واحد ولا يعاقبك القانون. وأضاف عبر حسابه على فيسبوك: تلك أول سيدة تتزوج من رجلين في وقت واحد وبعقد زواج واحد، وتتعهد زوجة الرجلين أن تعدل بينهما، لأن العدل مطلوب، لا أحد يستطيع اتهام الآخر بالزنا. وتبع للعلم القانون التونسي يعاقب فقط على تعدد الزوجات ولا يعاقب على تعدد الأزواج، وبالتالي سندس لن تكون متهمة بأي جريمة. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بين ساخر وغاضب يقول حساب حمل اسم سعد العطار: دي مهزلة واستخفاف بالدين. وقال حساب ريهام صلاح: سندس بنت تونسية ليها متابعين كتير، طلعت في لايف وقالت إنها أنا هتجوز راجلين مع بعض وما تخافوش يا جماعة هعدل بينهم، وقامت عزمت كل أصحابها على الفرح. ولما البعض انتقدها قالت أنا عارفة اللي ليا وهم عارفين اللي عليهم وهشيلهم في عينيا وهم موافقين. وبكده يا جماعة تبقى وصلنا لآخر الزمان. وغرد حساب وسام العمري: أعلنت سندس التونسية بأنها ستتزوج من رجلين باحثة عن الترند. كذابة، ما بتقدر تتزوج اتنين ولا أحد يقبل يكون زوجها التاني، لأن الرجل لا يقبل إنه يشوف زوجته مع رجل آخر. والتعليق ده ما علينا منه لأن فيه كتير ديوسين. الغريب أنه بالبحث في القانون التونسي حول مدى قانونية ما أفعلته الحاجة سندس، صرح محامي تونسي يدعى منير بن صلحة بأن القانون التونسي يقول أن تعدد الزوجات ممنوع، ولم يتحدث تماما عن تعدد الأزواج، مشيرا إلى أن المرأة التي تتزوج أكثر من رجل لا تعاقب قانونيا، حيث أنه لا يوجد نص قانوني يعاقب المرأة على تعدد الأزواج. وأضاف خلال تصريحات إذاعية أن هذا الأمر يعد ثغرة قانونية، مؤكدا أن المشرع بإمكانه إضافة كلمة الأزواج وينص على منع تعدد الزوجات والأزواج وليس تعدد الزوجات فقط. وفي سياق متصل يحرم الشرع على المرأة الزواج بأكثر من رجل واحد، ويظهر ذلك جليا من خلال نص الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، بما يعني أنه من المحرم على ذوات الأزواج أن يتزوجن بآخرين قبل مفارقة أزواجهن. ومن جانبها علقت الدكتورة أمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر على قضية تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة في تصريحات لها بأن الشرع يرفض أن تجمع المرأة بين زوجين رفضا قطعيا، مؤكدة أنه في حال زواج المرأة من رجلين بعلم كليهما يكون زواجها باطلا من الرجلين، مؤكدة أن أي علامة زوجية تتم بموجب هذا الزواج الذي جمعت فيه المرأة بين رجلين هو زنا صريح. وعلى صعيد آخر يجرم القانون المصري جمع المرأة بين زوجين، حيث يجعلها تواجه عقوبة التزوير في أوراق رسمية والزنا، فهي جريمة مخالفة للشريعة، باعتبار أن زواج المرأة من رجل ثاني وهي ما زالت امرأة متزوجة يعتبر باطلا ومخالفا للشريعة الإسلامية. وفي حالة علم الرجل بأنه الزوج الثاني يصبح شريكا من مع في هذه الجريمة، ويواجه أيضا عقوبتي التزوير والزنا. فطبعا هذا مخالف لكل الأعراف وكل الشرع وكل الدين، حتى يعني كل الأديان السماوية فيما أعتقد. أنا لست مطلعا على كافة الأديان، ولكن أعتقد أن كافة الأديان السماوية تحرم الزواج المرأة من أكثر من رجلين أو من أكثر من رجل. واكتشف الطب الحديث طبعا هناك آية كريمة تقول أن على الزوجة بعد الطلاق أن تقضي عدة قدرها 3 أشهر و10 أيام. واكتشف العلم الحديث أن يجب على المرأة أن تقضي هذه المدة حتى تتخلص من الشفرات الجينية للحيوانات المنوية الخاصة بزوجها الأول، سواء بالوفاة
أو بالطلاق، وهذا السبب الذي يجعل المرأة تنتظر فترة العدة في الدين الإسلامي سواء بعد الوفاة أو بعد الطلاق، وهذا مفيد جدا صحيا، لأنه إذا حصل الزواج أو الجماع قبل هذه الفترة فإن هذه السيدة معرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة ومرض السرطان. فأترك لكم حرية التعليق على هذه الكارثة إن صحت وإن كانت صحيحة، ولا تبغي من ورائها إلا الشهرة فقط، وحتى إن كانت تبغي من ورائها الشهرة فقط فهي إثارة للفسق والفجور في المجتمع، ويجب أن تعاقب عليه إذا كان هناك قانونا في تونس. طبتم وطابت أوقاتكم وسلم الجميع، وتحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.